السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. صحة عيدكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. كما راكم تشوفوا جبت لكم الاطلالات والاجواء الرائعه اللي تمتاز بها الجزائر في عيد الفطر. نبداو باطلاله ساره العلم اللي كانت جد موفقه بالقفطان الجزائري وخيط الروح اللي زادها شان وهمه. كانت جد موفقه في هذا الاطلاله. نروحوا مع بعض لاطلاله ملك. كما رانا نشوفوا دائما الجزائريات يحضروا طاولة العيد، يعني مع الصباح دائما نحطوا الحلويات التقليدية والعصرية اللي وجدناهم بهذه المناسبة. كما نشوفوا في البقلاوة الجزائرية، يعني الحلويات الجزائرية غنية عن التعريف، يعني فيها أشكال وأنواع كما رانا نشوفوا في ملاك. نتمنى تكونوا جوزتوا كامل العيد هذا بالصحة والهنا، ان شاء الله ان شاء الله ينعاد علينا بالصحة. نروحوا مع بعض للنشاف نادية تاني كانت حضرت طاولة رمضان وعيدت على جمهورها. كما رانا نشوفوا الحلويات الجزائرية ما شاء الله. مكاش طاولة جزائرية نهار العيد دخلوا من الحلويات التقليدية والعصرية الجزائرية. كما رانا نشوفوا حلوة الريشة اللي دارت حالة تاني. ودائما هذه الحلويات اللي دائما المرأة الجزائرية تتفنن في تحضير طاولة العيد، كل منطقة والتقاليد تاعها. نهار العيد كل واحد واش يحط، كاين اللي يحط لاتاي، كاين اللي يحط يفضل قهوة حليب، كل واحد واش يفضل. وتختلف طاولة العيد من منطقة لمنطقة. كما على بالنا الجزائر راهي قارة كل واحد وعادته وتقاليده. مقروط الجزائري كعك النقاش. كما رانا نشوفوا دائما اللباس التقليدي حاضر في المناسبات الجزائرية. نروحوا مع بعض البشرة تاني بالقفطان الجزائري. القفطان الجزائري دائما حاضر في كل مناسباتنا. قفطان جدا رائع. في فيديو آخر إن شاء الله إذا حبيتوا حنحط لكم كامل الصفحات اللي يبيعوا هذا القفاطن. ونروحوا الآن مع بعض إطلالة إيناس عبد الليل اللي تاني كانت باللباس التقليدي الجزائري. كما نشوفوا تاني حضرت معنا طاولة العيد. كما على بالنا المرأة الجزائرية دائما تحضر طاولة العيد، تحضر حلويات العيد اللي معروفين تاني في الجزائر كامل. كل واحدة والمنطقة تاعهم واش يحضروا، نحطوا القهوة نحطوا الحلويات. وكما على بالنا نتنافسوا بين بعضنا نشوفوا شكون اللي تحضر أجمل طاولة في العيد. المقروط كما نشوفوا شارك المسكر وكل وحدة ومقدور ديالها. كما نشوفوا تشارك العليان المقروط كل وحدة والإمكانيات. هذه إطلالة إيناس. طبعا الحنة ما كاش اللي ما يديرش الحنة ليلة العيد. عادتنا جد جميلة. هذه هي إطلالة إيناس عبد اللي. مع بعض ثاني طاولة أخرى من طاولات الفحلات الجزائريات كما نشوفوا فيهم. هذه الطاولة لا نشوفوها هي طاولة بشرى. كما نشوفوا دارتها يعني جد رائعة. كما نشوفوا فيها ثاني حلويات تقليدية. رانا نتنافسوا على الحلويات الجزائرية شكون اللي يحضر أجمل طاولة. كما قلت لكم
ان شاء الله ينعاد علينا بالصحة والهنا. كما نشوفوا هي والوالدة ديالها الاخ لبست نفس الفستان اللي لبسته امها. ما ننساوش نعيدوا على الاقارب ديالنا تاني. هذه طاولة بشرى. أجواء العيد في الجزائر جد رائعة، يعني عادات وتقاليد ديالنا دائما شابين إن شاء الله نحافظوا عليهم. نروحوا مع بعض لإطلالة أخرى. مونيا تاني بالقفطان الجزائري، وهذه القاعدة الجزائرية من القصابة. كما نشوفوا اللباس التقليدي الجزائري، بس التقليدي الجزائري ان شاء الله نقعدوا محافظين على عاداتنا وتقاليدنا، ان شاء الله نحافظوا عليها للجيل القادم ان شاء الله. كما نشوفوا اللباس الجزائري جد رائع هذا السني، وكما نشوفوا الحلويات التقليدية. نروحوا مع بعض لإطلالة نوميديا اللي كانت تاني جد رائعة، وكما على بالنا نوميديا شابة وإطلالتها دائما جد رائعة. كما نشوفوا الجبة الجزائرية. نروح الآن مع بعض لإطلالة سهيلة معلم. كما نشوفوا أيضا ثاني باللباس التقليدي الجزائري وطاولة العيد اللي كما قلت لكم لا تخلو من الحلويات التقليدية والعصرية الجزائرية. نروح الآن مع بعض لإطلالة آمل بوشوشة اللي كانت جد رائعة باللباس التقليدي الجزائري وخيط الروح اللي زادها شان وهمة. يعني هكا حاجة مليحة كي يروجوا للباس التقليدي الجزائري. وبهذا نقول لكم مثل الفيديو تاع اليوم، إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.